سلام البنات، مرحبا بكم في قناتكم شهيوات مع احلام. اليوم باذن الله غادي نشوف معكم شهيوه لذيذه بريوش غزال كيجي رائع البنات، كنتمنى تجربوا هذه الوصفه لانها كتجي رائعه ولذيذه لذيذه لذيذه بزاف البنات. نبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. عندنا نص كيلو تاع الفورص، معاه واحد القبصه تاع الملحه، بياض بيضه، الصفار غنخليوها البنات للتزيين. عندنا 3 المعالق ديال الزيت عامرين، عندنا 3 المعالق ديال السكر كلاصي، و3 المعالق ديال الزبده. هاد سميتها كتعجن كلشي كيتعجن في خطره. عندنا كاس عامر ديال العنبه، كاس عامر ديال الحليب، وعندنا 2 معالق كبار تقريبا ديال الخميره الفوريه، 2 معالق البنات كبار. كنعجنوا البنات هذا الخليط، نزيدوا واحد الفانيلا للتنسيم. اللي ما بغاش البنات يدير الليمون ولا يعجن بالليمون، العصير ديال الليمون حتى هو راه كيجي لذيذ. كنزيدوا نص كاس اخر ديال الماء وكنعجنوا. الا خصنا نزيدوا الماء تنزيدوا، ما خصناش كنكتفيو بداك القدر. المهم العجينه البنات راه كتكون مطلوقه بزاف. في العجانه ديالنا البنات نعجنوا، نقدروا نعجنوا بيدينا غير شويه ونطلقوا العجينه ونديروا في شي بوطه ونخليوها حتى تخمر. البوطه تطلق العجينه وكتجي مدلوكه. صافي كنبقاو نزيدو شويه البنات، هكا نرشوها بالماء شويه شويه. انا غنوريكم كيفاش كيكون القوام ديال العجينه. صافي البنات كنزيدو واحد نص عصير ديال الليمونه بهذا الشكل حتى الاخر، غادي يبقى اللذه ديالها بهذا الشكل. شتي القوام كيفاش كيكون ديال العجين، كتكون مطلوقه البنات ومازال غادي تزيد تطلق. ملي غادي تخمر غتزيد مازال تطلق. صافي بهذا الشكل البنات. صافي كنزيدو واحد شويه ديال الزيت باش ما تلصقش لينا على سميتو. ملي كتخمر البنات العجين كنحاولوا نخرجوا منها داك الهواء. كيفاش كتجي البنات، كتجي مطلوقه ملي كتخمر. صافي كنديروا لها بحال هكا، نقرصوها، ماشي نقرصوها بزاف غير شويه. هكا كنستمروا في الكراس ديالها. كنزيدوا عليها البنات داك الطرف الاخر ديال العجينه، كنقرصوا حتى هو فوق منه اللي بقى. صافي كنديروا بحال هكا، بحال غنديروا المسمن. كناخذوا كميه من الزبيب وكميه من الشوكولات، المهم على حسب الموجود، وقد ما كان كثير قد ما كيجي لذيذ. صافي كنديروا فوق من هذا البريوش ديالنا فوق من العجين. صافي كنحاولوا نوزعوه بشكل متساوي بهذا الشكل. ونسدو هذيك العجين ديالنا بحال هكا. صافي كناخدو واحد البوص وكنقطعوه، كنقطعو على 2 من الوسط. نحاولوا مع البنات ونقطعو لانه كيكون رطب بزاف. بحال هكا بهذا الشكل البنات. خصو يعطيني 2 ديال لي بودان
الاخر ديالو البنات ما نقطعوهش، نخليوه هكذا باش غندولوه بحال شي لوايه بحال هكا البنات. ملي غيتنفخ البنات راه داك الحشوه اللي درنا ديال الزبيب والشكلاط مع مقطع غادي يجي من الفوق، غتجي باينه. صافي البنات هكذا نكملو هكذا. راح صدقوني البنات هاد البريوش كيجي احسن من الكيك ب1000 درجه. يا البنات من بعد ما كندهنوا الطاوه ديالنا وكنديروا في هذاك البريوش كيجي بحال هذا الشكل البنات، كيجي البنات رائع. صدقوني البنات غتجربوه عمركم ما غادي تتخلاو عليه، مازال غيعاود يجيكم ساهل انكم تحضروه. كناخذوا ديك البياض البيض ديالنا، انا درت فيه غير شويه ديال هذيك الفاني، ما درت لا حليب لا والو. صافي كنديروه فوق من هاد البريوش وكنخليوه البنات حتى كيخمر، كيتضاعف الحجم ديالو. عاد هذيك الساعه تندخلوه للفرن، الفرن عادي البنات بحال غادي نخبزو الخبز عادي، يعني ما فيه حتى شي. صافي البنات بحال هكذا استمروا. داك الطرف الاخر اللي بقى لينا كنديرو بيه شي حاجه اخرى ندخلو حتى هو الفران بطبيعه الحال. صافي البنات خليوه حتى يخمر البنات. ها هو البنات البريوش ديالنا بعد ما طاب وديمو ليناه من المول. ها هو كيفاش كيجي طالع البنات، وكيجي لذيذ 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 بزاف البنات. النسمه ديال الفاني والنسمه ديال الشكلاط والزبيب والليمون كيجي رائع البنات. صدقوني البنات هاد الوصفه كتجي رائعه وكتجي لذيذه 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 بزاف. كنتمناكم تجربوها وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم في المواقع التواصليه، وتكثروا ليا من لايك. الله يجازيكم بخير. الناس اللي اول مره كيشتركوا في القناه وكيزوروني اول مره يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش هكا يوصلهم كل جديد. شكرا جزيلا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو جديد.